بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ أم قيصر. اليوم إن شاء الله باش نعملوا العسل متاع الدار، نعملوا به البقلاوة، المقروض، القريوشة، اللي تحبوا نتوما. اليوم باش نعمل كمية كبيرة شوية. خذيت 2 كيلو سكر وخذيت منهم الكونتيتي هذه باش نعملوا مارون، يعني باش نعملوا كراميل، يعني باش نذوب السكر هذا باش يولي لي العسل مارون ان شاء الله. وعلى 2 كيلو سكر خديت إترا ماء، يعني كيلو سكر عليه نص إترا ماء، 2 كيلو سكر عليهم إترا كامله ماء، كاس سكر عليه نص كاس ماء. ديما الكونتيتي نتاع السكر نصها الماء. وخذيت هذه نص كعبه قارص باش نعصرها، وهذه باش نرماها من بعد نوريكم كيفاش. باش نبداو ان شاء الله مع بعضنا. بسم الله. لنا شعلت لابلاك نتاعي وباش نقعد نحرك دوسمون حتى للي يذوب السكر باش يولي كراميل مارون. والسكر هذا اللي باش نعملوه بقدرة ربي من بعد ما يسكرش ويقعد لكم عسل لمدة طويلة وما يصير له حتى شيء. جوست تابعوا الخطوات هذه وما تخافوش ان شاء الله. اي نوع نتاع السكر تستعملوه نحركه بشويه بشويه وما تخافوش. هو يبدا يذوب. لنا شوفوا حطيت على نار مش قويه، شوفوا ذاب ما شاء الله. باش نجي على جنب نحيه من فوق النار وما تخليوش يقعد يعني اكثر من اللازم، سينو يتحرق لكم. لنا باش نحط شويه ماء مش برشا، ما تخافوش. شوفوا باش نرجعها على النار باش نبدا نحرك بشويه بشويه. لنا قريب نذوب، جاني مارون برشا ما شاء الله. قريب نذوب السكر. وين تذوب الكميه الكل باش نزيد الماء ونوريكم كيفاش باش نعملو. نكمل نذوبها مازال شويه. نكمل نذوبها ونرجع لكم. لنا شوفوا كولارو مارون توا ذاب. باش نبعدو على جنب، ردوا بالكم من الجناب باش نبدل مغرفه اني. فوالا باش نصب كمية الماء اللي قعدت عندي على 2 كيلو. خذيت إترا لنا باش نصب، باش نعصر نص كعبة القارص اللي عندي. وباش نجيب نصب كمية السكر. وكي تصبوا السكر صبوه في الوسط، ردوا بالكم على جناب باش ما يلصقش في الوسط، باش ما يلصقش في الكاسرول على جناب ومن بعد ما يذوبش. مع بعضنا نصبوا دوسمون. باش نصب 2 كيلو سكر عليهم إترا ماء، كيلو سكر عليه نص إترا ماء، كاس عليه نص كاس. باش نبدا نحرك بشويه بشويه باش السكر ما يمشيليش في الجناب. شفتوا توا باش نرجع فوق النار ونقعد نحرك. باش نزيد في النار شويه باش في ساعه ما يذوب لي، ونقعد نحرك بشويه بشويه حتى لين يذوب السكر. يعني عملت كميه كبيره شويه باش نعمل مقروض وقريوشه، باش نقعد نعمل مره واحده. والسكر والعسل هذا جربوا اعملوا كيف هكا وما تخافوش، راه ما يسكرش ويقعد حتى اشهر ما يسكر لكمش. من بعد كي تستعملوه حطوه في دبوزه بلار، حطوه في البلار. هاو بدا
السكر، شوفوا كولور ما شاء الله مكرمل كراميل الكولور. شوفوا يعطي لون، بدا يذوب صايي السكر. نذوب السكر ونرجع لكم. لنا ذاب السكر في الوقت هذا باش نرمي تخونش هذه نتاع القارصه وباش نخليه حتى للي يغلي، ونقول لكم وقتاش باش نهبطوه. ولازم نهبطوه كي تبدا نشوفوا الكشكوشه نتاعو تبقبق، يعني الفقاعات نتاع تبقبيق وكلهم لاصقين لبعضهم. وين يحضر نوريكم ان شاء الله. لنا شوفوا كيفاش يغلي، مازال ما حضرش. وشوفوا كعبه القارص مازالت بيضاء، الكولور هذا اصفر. المهم كي يحضر الكشكوشه هذه تولي برشا متقاربه، ما فماش سباس بيناتهم، والكعبه القارص هذه تولي ماغون، تولي شفافه. وين يحضر نوريكم ان شاء الله وقتاش نطفي عليه. لنا رجعت لكم، اشهد لا اله الا الله لا يأذن. لنا رجعت، شوفوا كعبه القارص، شوفوا كيفاش ولات ترانسبارونت. شوفوا لنا باش نزيد فيه شويه وباش تشوفوا الكشكوشه كيفاش، يعني الفقاعات نتاعو شوفوا متلاصقه الكل. دونك لنا العسل نتاعنا حضر باش نطفيو عليه ونوريه لكم ان شاء الله. لنا سامحوني نسيت اني باش نصب الزهر. نتوما تنجموا تعملوا عطرشيه، اني ما عنديش بالنكهه اللي تحبوا عليها نتوما. مي كي تجيو تعملوا البقلاوه ما تعملوش العطرشيه. فوالا باش نخليه يبرد ونوريكم العسل كيفاش ان شاء الله. هذا العسل اللي عملناه بدلتوه في بول كيف هذه. شوفوا مازال ما بردش برشا، هاو بدا يبرد. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كولرو معايا وقت اللي يبرد. شوفوا بدا يبرد، الله يبارك. مازال ما بردش، ها هو منظره. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة اليوم. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتعملوا جيم يصابوني وتشجعوني. وان شاء الله كي باش نعملوا الحلو نستعملوا العسل هذا ونوريه لكم ان شاء الله.